نبلش نحكي عن حالنا. ميس أبو صاع، فنانة تشكيلية، خريجة كلية الفنون من جامعة النجاح الوطنية، تخصص تصميم داخلي. نرجع لكتير زمان. أنا الأصل من قرية دير الغصون، قضاء طول كرم. سكنت فيها لل4 سنين وانتقلنا لطول كرم. والدي الله يرحمه الفنان والأستاذ رسل أبو صاع. بابا كان فنان تشكيلي. فأنا إذا بدنا نقول ليش أنا رحت بمسار الفن، فأنا أكيد لأني حابة أكمل الرسالة اللي بلشها والدي. فمشيت في هذا المجال، خلصت التوجيهي، دخلت الجامعة على كلية الفنون لحقق الحلم اللي كان بابا نفسه يحققه. بابا هو صحيح فنان بس ما كان في تخصص فنون على زمانه، فدرس له تخصص تاني. فأنا حبيت أدخل هذا التخصص لأكمل مسيرته. طبعا بالعائلة إحنا موزعين مجموعة، يعني في عندي أخوي فنان، أخوي الثاني فنان، أختي كمان، بس أكتر شيء أنا وأخوي علاء يعني ركزنا كتير في الفن. درست في النجاح على ايدين اساتذه يعني كتير كبار، وبدي اخص بالذكر استاذي كان اللي قابلني في اول يوم دخلت كليه الفنون وترك بصمه فيي، وكان رئيس قسم الفنون التشكيليه، هو الاستاذ الله يرحمه كامل المغني. هو استاذ من غزه الصمود. خلصت النجاح مباشره اشتغلت في كليه الروضه، بعدها اتجهت لمدارس الحكومه، اكثر من مدرسه، مؤسسات نسوية، جمعيات نسوية، يعني ما قعدت. وآخر إشي كمان رحت على جامعة القدس المفتوحة، كنت محاضرة في الجامعة. استقريت في نابلس، تزوجت في نابلس وكملت في القدس المفتوحة. بعدين توجهت لرام الله للإدارة العامة للجامعة، اشتغلت في مركز الإنتاج الفني في جامعة القدس المفتوحة. وبعدين قدمت استقالتي ونزلت على نابلس واستقريت في بلدية نابلس. استحدثت وحدة الفنون، ما كانت موجودة أصلا. هذا الحكي من 2012-2013، ولليوم أنا في بلدية نابلس. بعيدا هلأ عن بلدية نابلس، عن طبيعة شغلي في البلدية، عندنا ورشات في كل مجالات الفنون المختلفة كلها، للأطفال، للشباب، للكبار بالسن. في عنا جداريات كمان من خلال البلدية. ممكن عنا وفود بتيجي بنحب نقدم لها هدية أو بدنا نكرم شخص، ممكن نرسم بورتريه لهذا الشخص. غير النوادي الصيفية كنا كمان. يعني في كذا مجال في الفنون من خلال المؤسسات الشريكة كمان مع البلدية. ممكن بيطلبوني لأعمل ورشة أو لأعمل جدارية وإحنا بنلبي الطلب. هذا شغلي في بلدية نابلس. بعيدا عن بلدية نابلس، أنا لي يعني مشروع الخاص اللي مستحدثته حتى قبل ما أشتغل في الجامعة نفسها، اللي هو في المجال الفني برضه، ورشات وجداريات، أي إشي بيتعلق بالفن. اشتركت مع كتير مؤسسات بأنشطة، ما كنت وما زلت لليوم يعني بشتغل معهم. سنويا في عنا فعاليات مع الأطفال، وبنطلع على مدارس، بنطلع على منتزهات، وين في أماكن. في كمان شغل خاص، ممكن حدا بطلبني أرسم جدارية لروضة، لمدرسة، لبيت، لمطعم. وأخيرا توجهت للتمثيل اللي تفاجأت إنه أنا حسب ما بقولوا لي إنه أبدعتي. اشتغلت 4 مسلسلات، أو هنا 3 مسلسلات وفيلم قصير. اشتغلت في أم الياسمين، اشتغلت في سيدي عمر، اشتغلت على خطى الحبيب، وهلأ نزيف التراب. وفيكم تتابعونا برمضان على قناة العرب 2 في شخصية أم عسكر. هذا هو يعني بتهيألي حكيت بشكل كتير مختصر عن مسيرتي اللي هي كانت كتير طويلة وكتير متعبة وفيها عقبات كتير. بحاول وبستمر، يعني بحاول كل جهدي انه اترك اثر، لانه ما بينفع انه انت تعيش انسان مستهلك فقط، لازم تكون منتج عشان تحس انه لك كيان. هاي اول شيء. النقطة الثانية والمهمة انه ضروري تترك بصمة في المجتمع، ضروري انه فلان عمل، فلان سوى، مش عشان اشي، عشان انت تحس انه لك قيمة، انت اللي وجدت على هاي الارض لتخلق رسالة. هلا احنا في عندنا رسائل كتير احنا
من خلال الفن. هلا كل انسان، بنحكي هلا مثلا على الاحتلال، كل انسان فيه يقاوم الاحتلال بالامكانيات اللي بيقدر عليها او اللي بيفهمها. انا بالنسبه لي انا بقاوم من خلال الريشه واللون، وهذا الاشي كتير بيأثر علي يعني، او بخرج او بتشوفوه من خلال بعض الاعمال اللي انا بشتغلها، الا ما اترك بصمه او اشاره لاي موضوع او حدث ممكن يصير في الوقت اللي احنا عايشين فيه. بنتاثر احنا، الانسان العادي بتاثر، كيف الفنان اكثر انسان مليان مشاعر ومرهف في الحس، يعني نسبه المشاعر عنده الدرجه يعني فوق المستوى، فمستحيل احنا ما نحس بكل اللي بيصير حوالينا. غزة عم تباد، عم تموت يوميا، يعني والله حتى النفس اللي بنتنفسه مرات بحس انه حرام، بس احنا يعني حياة وبدها تمشي. هلا احنا بدنا نقاوم قد ما نقدر. يعني انا فيني اطرح موضوع عن بالمقاومة مثلا عن المقاطعة، قديش بقدر ارسم امور عن هذا الموضوع، الا ما تاثر، الا ما في ناس تحس وتتاثر يعني. فبالنهايه الفن هو رساله، قديش مهم انه انت رسالتك تكون حقيقيه ونابعه من القلب، قديش بتوصل اسرع لروح وقلب المواطن. وهذا هو. هاي انا ميس ابو صاع.